يا اهلا بيكم. دي سلسله كامله كده اهوت هبدا ان انا اعملها وهتبقى مستمره ريليتد للاسئله بتاعه الناس. وانس ان انت عندك سؤال ليه علاقه بالموديلنج جوه 3 دي ماكس وعندك مشكله في حاجه ليها علاقه بالموديلنج، ابعت لي على صفحه الفيسبوك هتلاقوها موجوده في الديسكربشن بتاع الفيديو دوت وهجاوبك. وده اول سؤال اتبعت النهارده هجاوب عليه في الفيديو ده. يا اهلا بيكم. كان في سؤال جاي لي من شيماء، عايزه تعمل موديل زي دوت، فتعالوا بسرعه نعرف ازاي ان احنا نعمله. احنا دخلنا على 3 دي ماكس ورحنا على فايل وقلنا له انا عايز اعمل فيو ايمج فايل، ورحت جبت الصوره اللي شيماء لسه بعتها اهي. دي كده بتخلي الصوره تبقى مفتوحه قدامنا فنبقى شايفين تفاصيل الحاجه اللي موجوده عندنا شكلها عامل ازاي. هنقول مثلا ارتفاع البتاع دوت مثلا تقريبا 2 متر ونص، وهنشوف بقى دلوقتي العرض. فهاجي من الفرونت كده وهبدا ان انا ارسم بوكس. البوكس دوت هيكون ارتفاعه ال 2 متر ونص دي، ده كده بالنسبه لي ريفرنس بس مش اكتر. فهقول ان ده مثلا ارتفاعه هيبقى 2 متر ونص، فكده انا جبت الارتفاع از ريفرنس مش اكتر. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعمل حاجه من الاثنين. اول حاجه ان انا هروح اجيب لاين، واللاين اللي انا هجيبه ده هرسمه. المفروض ان هي واخده من جزء مايل كده اهوت لورا شويه، حاجه بسيطه خالص، وبعدين الجزء المايل ده عامل كده وطالع بالشكل ده. حلو قوي. في هنا كيرف بسيط صغير، فهبدا ان انا امسك الفيرتكس اللي موجوده هنا واقول له انا عايز اعمل لها فلت. فكده انا عملت الجزء اللي موجود هنا فلت صغير، وبعدين هعمل حاجه صغيره جدا ان انا هحط فيرتكس هنا، اعمل ريفاين لفيرتكس صغيره هنا، لان الجزء اللي فوق ده الثيكنس بتاعه غير الجزء اللي تحت او الثيكنس بتاع الجزء اللي تحت. وبعدين هنعمل ايه؟ هفصل الجزء اللي تحت. هقول له والله ده كده خلاص نعمله دي تاتش لوحده، افصله لي لوحده، اوكي، وده لوحده. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت هبدا ان انا اروح اقف على الاس بي لاين واقول له انا عايز اعمل اوت لاين. فلما هعمل اوت لاين هعلم على سنتر ده بحيث ان الاوت لاين يجي يمين وشمال بالشكل ده كده اهو، فاداني ثيكنس للشكل بتاعي زي ما انا عايز. طيب وبعدين همسك الجزء اللي فوق، الثيكنس بتاعه هيبقى اعلى شويه، فانا برضو همسك الاس بي لاين وهروح على الاوت لاين واعلم برضو على سنتر، وابدا ان انا اكبر ده اكبر سنه صغيره. كل اللي احنا هنعمله بعد كده ان احنا هندي اكستروجن لده اهو، ونفس الاكستروجن برضو هديه للتاني على حسب الثيكنس. يعني ده الثيكنس بتاعه اكبر سنه صغيره بالشكل ده كده. حلو قوي. وبعدين ده هديله برضو اكسترود، وممكن يبقى اقل منه حاجه بسيطه جدا او ده يبقى اكبر منه. هخلي ده مثلا 0.03 بحيث ان هو يبقى اقل منه حاجه بسيطه خالص كده. هاجي من الليفت فيو وهبدا ان انا ابص كده بحيث ان انا اخلي ده في سنتر ده بالظبط. طبعا ممكن اعملها بالسناب، وبعدين همسك الاثنين، امسح بقى خلاص البوكس ده مش عايزه، همسك الاثنين دول واعمل لهم جروب. وانس ان انا عملت جروب كده خلاص ده بقى شكل مقفول على بعضه. هاجي من التوب هنا وهرسم سلندر، وهرسم سلندر دي على حسب السنتر بقى اللي انا عايز ان ده يلف حواليه. فكل اللي احنا هنعمله بعد ما رسمنا سلندر دي ان احنا هنيجي هنا كده في الجزء ده وهخلي ده بيك واختار سلندر. ومن هنا انا عايز اغير البيفوت ده، فلما لما نكون مختارين من هنا سلندر هختار من هنا بيفوت بوينت اخر واحده اللي هي اسمها يوز ترانسفورم كوردينيشن سنتر، يوز ترانسفورم كوردينيشن سنتر. وهنا انا دلوقتي هعمل شيفت وهاخد النسخه اللي انا عايزها وليكن مثلا الفرق ما بينهم 30 سم 30 درجه، وهقول له انستنس مثلا وهاخد العدد اللي انا عايزه وليكن مثلا اوكي. هلاقي كده ان ايه اداني الروتيشن اللي انا عايزه. بيرفكت. كل اللي احنا هنحتاج نعمله بعد كده ان احنا نرسم سيركل، والسيركل ديت هناخدها حتى ممكن ناخدها بره كده، وبعدين نعمل لها سناب تو بيفوت. في السنابس هفتح السنابس، كنا فاتحينها هنا نقفلها تاني ونفتحها سنابس اوكي اهي.
في السنابس هنا اختار بيفوت وهنقل ده هنا اهو، فتلاقيه مظبوط بالظبط عليهم. نتشك بقى كده. اوكي احنا عايزين مثلا نرفعها لفوق شوية ونضغط دول كده، نقلل الريديوس بتاعها ونحط عليها سويب مثلا اهو. وكده هخلي السويب ده سلندر. that's perfect. وهبدأ ان انا اقلل الريديوس بتاعها كده شوية. لو حبيت ان انت تظبط الريديوس بقى بتاع السيركل نفسها تكبرها شوية وهكذا. فانت كده قدرت ان انت تعمل الايه، التفاصيل دي كلها. بس كده قدرنا ان احنا نطلع نفس الشيب اللي كان موجود عندنا هنا في الصورة اللي موجودة بتاعتنا. طبعا هنا يعني ممكن تقللي بقى المسافة شوية بحيث ان يبقى بدل 30 اللي انا عملتها تبقى اقل من مثلا 20 او 10، بحيث ان احنا يزيد عددهم ويبقوا اقل من كده. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للشانل هنا على اليوتيوب، وهتتابعوا كل الفيديوز اللي هتنزل، سواء الفيديوز بتاعت رد على الاسئله او الفيديوز اللي احنا بنعملها خاصه بالبلاجنز او السكريبتس او البروجرامز المختلفه، او ازاي تعمل اي حاجه في 3 دي ماكس او حاجات ليها علاقه بالانتيريور ديزاين. توفيق ليكم واشوفكم فيديو جاي.